فصاح عليه ذلك الغريب من داخل الشبكة وقال: يا صياد، لا تهرب، فأنا آدمي مثلك ولست من الجن، وإن خلصتني ستنال أجري. فلما سمع الصياد ذلك اطمأن قلبه وقال: ألست أنت عفريت من الجن؟ فقال الآدمي: لا، إنما أنا آدمي مؤمن بالله ورسوله، لكني من حراس البحر، ونحن أقوام مطيعون لأحكام الله ونشفق على خلق الله، ولولا أني أخاف أن أكون من العاصين لقطعت شبكتك وخلصت نفسي، ولكن رضيت بما قدر الله لي، وأنت إذا خلصتني تصير مالكا لي، وأنا أصبح أسير لك. فقال الصياد: هل تعاهدني على ذلك، وأن تبقى صاحبي إن خلصتك من الشبكة؟ قال حارس البحر: نعم، وسآتيك يوميا بالجواهر والياقوت في هذا المكان، مقابل أن تهديني الفاكهة من تفاح وعنب ورمان، فنحن نحبها ولا نملكها، فماذا تقول يا أخي في هذا الكلام؟ قال له الصياد: موافق. ثم خلصه من الشبكة. عندئذ قال حارس البحر للصياد: انتظر هنا حتى أجلب لك هدية. ثم عاد إلى الماء. انتظر الصياد على الشاطئ وهو غير مصدق لما يجري، وظن أن حارس البحر قد استغل طيبته ليخلصه من الشبكة. لكن بعد قليل عاد حارس البحر ويداه مملوءتان لؤلؤا ومرجانا وياقوتا وألماسا، ثم أعطاها للصياد. فرح عبد الله وأخذ منه الجواهر ولم يصدق عيناه، فقال له حارس البحر: كل يوم تأتي إلى هذا المكان عند طلوع الشمس ومعك الفاكهة والثمار، وسأبدلها لك باللؤلؤ والجواهر. ثم ودعه وعاد إلى البحر. أما الصياد فعاد إلى المدينة وهو سعيد مسرور وكأنه في حلم، حتى وصل إلى فرن الخباز وقال له: لقد آتانا الخير يا أخي من فيض الله، وجاء اليوم الذي سأوافيك فيه حقك. ثم كبش له كبشة من اللؤلؤ والياقوت، وكانت تلك الكبشة هي نصف الذي كان معه. فرح الخباز فرحا شديدا وتعجب أشد العجب، وقال للصياد: أنا خدامك من الآن. ثم جمع الخبز الذي كان عنده ووضعه على رأسه، ثم مشى به خلف الصياد حتى أوصله إلى بيته، فأعطى العيش لزوجته وأولاده، ثم ذهب إلى السوق واشترى اللحم والخضار، وظل هكذا يخدم الصياد إلى آخر النهار. فقال له الصياد: أتعبت نفسك يا أخي؟ فقال الخباز: هذا واجب علي، لأني صرت خدامك بعدما غمرتني بإحسانك. فقال له الصياد: بل أنت من أحسنت إلي أولا، عندما كنت أعاني من الفقر والجوع وقلة المال. ومنذ تلك اللحظة قويت العلاقة بين الخباز والصياد، وأصبحا أصدقاء. ولما عاد الصياد إلى بيته فرحت زوجته بذلك، وأوصته أن يكتم سره حتى لا يتسلط عليه الحكام ويكون مطمعا للصوص والمحتالين. وفي اليوم التالي وعند طلوع الشمس خرج الصياد حاملا سلة الفواكه وذهب إلى المكان الموعود. ولما وصل إلى الشاطئ وجد حارس البحر بانتظاره، فقدم له عبد الله الفاكهة والثمار، فحمل الحارس السلة وغطس بها في البحر، ثم عاد بعد قليل وقد ملأ السلة بالأحجار الكريمة والجواهر التي تتلألأ تحت ضوء الشمس. فحملها عبد الله وعاد بها إلى المدينة، ثم توجه إلى صديقه الخباز وقال له: قد جاء الخير يا أخي. فكبش كبشة كبيرة من الجواهر ووضعها في يد الخباز وفاء لدينه وعرفانا بجميله. ذهل الخباز وجمع العيش كله وأوصله إلى بيت الصياد. بعد ذلك تبدلت أحوال عبد الله الصياد، فصار يملك الجواهر والمال، وبدأ يشتري لأولاده وزوجته أفخر الثياب والطعام. وفي أحد الأيام أخذ الصياد بعض الجواهر النفيسة وقصد سوق الجواهر ليبيعها، ولما رآها شيخ الصاغة تعجب من جمالها ونقائها، فشك في أمر الصياد وقال لأعوانه: أمسكوه، فهذا هو اللص الذي سرق عقد الملكة. فاجتمع الناس حوله وأمسكوا به،
ثم قيدوه بالحبال. بعد ذلك ساقوه مكبلا إلى قصر الملك وهم يتهمونه بالسرقة حتى أوقفوه أمام الملك. فقال شيخ الصاغة: يا ملك الزمان، لما سرق عقد الملكة أرسلت إلينا وطلبت منا أن نبحث عن اللص، وها قد وجدناه وأمسكنا به، وهذه هي الجواهر التي كانت معه. فقال الملك لأحد الحرس: خذ هذه الجواهر واذهب بها إلى الملكة واسألها إن كانت تلك الجواهر خاصتها أم لا. وقف عبد الله أمام الملك صامتا واثقا من براءته. بينما ذهب الحارس بالجواهر إلى الملكة، ولما رأتها